معي عبر الهاتف من نجران مراسل MBC عبد الله الشهري. أهلا بك، حدثني عن التفاصيل فيما يتعلق بسقوط مواطن نتيجة مقذوف حوثي. مساء الخير سهير، بالفعل سقط صباح اليوم مقذوف عسكري من داخل الأراضي اليمنية على منزل في أحد الأحياء السكنية الحدودية بمنطقة نجران. على إثر هذا المقذوف توفي شاب يبلغ من العمر 18 عاما كان يتواجد في فناء هذا المنزل. طبعا توفي الشاب في الحال متأثرا بشظايا ذلك المقذوف. هذه المقذوفات عندما تسقط في مكان ما فإنها تنفجر وتتطاير منها شظايا حارقة في كل الاتجاهات. رجال الدفاع المدني والإسعاف حضروا للمكان في الحال وقاموا بنقل المتوفى إلى المستشفى، وأيضا الاطمئنان على ذويه الذين كانوا في داخل المنزل، ولله الحمد لم يصاب منهم أحد بأذى. طبعا سهير، مساء البارحة وحتى ساعات الصباح الأولى سمع المواطنون في منطقة نجران وخاصة في الأحياء الحدودية أصوات المدافع بكثافة. كما علمنا بأنها دارت معارك قوية على الحدود السعودية اليمنية، واستطاعت من خلالها القوات السعودية أن تحبط محاولات من الميليشيات الحوثية التي حاولت الاقتراب من الحدود السعودية، لكن القوات السعودية ألحقت بها خسائر فادحة في الأرواح وأيضا المعدات التي كانت تستخدمها في هذه المحاولة الفاشلة. شكرا جزيلا. إذا تحدثنا عن الحالة الأمنية في منطقة نجران فالحالة الأمنية مستقرة والأوضاع آمنة، وشهدت المنطقة يوم أمس واليوم أيضا أمطار متوسطة. خرج السكان على إثر هذه الأمطار والأجواء الجميلة إلى المتنزهات والأماكن السياحية، لم يلقون بالا ولا اهتماما لما يحدث على الحدود السعودية، وذلك يعود لما يتمتعون به من الأمن والأمان والاستقرار داخل المدينة. أشكرك. عبر الهاتف كان معنا من نجران ناقلا الصورة مراسل MBC عبد الله الشهري.